تعالي اما اقولك. تعالي، ده انا جايبالك النهارده سر تتبيله فراخ من اكبر مطاعم فيكي يا مصر. والله زي ما بقولك من اكبر مطاعم فيكي يا مصر. جايبالك تتبيله النهارده هتنبهري بيها. والله. تعالي بس هاتي الفرخه اللي عندك. هاتي بس طلعيها من التلاجة. تعالي هوريكي التتبيله بتاعت النهارده عامله ازاي. يلا بينا. بصي بقى يا قلبي، هنا معانا وراك فراخ. انا قاسمه كل ورك على 2، وجايبه كمان فلفل اصفر واحمر واخضر، وجايبه 3 بصلات كده كبار، وجايبه زي 6 فصوص توم، وجايبه زبديه، وجايبه البهارات، جايبه بهار فراخ وفلفل اسمر ومعلقه سكر ومعلقه ملح وكوبيبه صيني وكركم وكاري. احنا في الاول خالص احنا معانا طبعا الورك زي ما قلت لك انا قسماه على 2. هبتدي بقى من تحت الجلد كده يا قلبي، اخد شقتين كده، واخد شقه بردك من الخلف من ورا كده. احنا بنشقها ليه؟ بنشقها عشان خاطر الصوص اللي انا هعمله عايزاه تتشرب من التتبيله، تديكي طعم روعه روعه. تعالوا بقى نعمله التتبيله. طماطمتين، وهنزل بالزبديه. بصوا، هو كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها دي انا هحطها. تمام. في هنا الفلفل برضو هحطه، يعني كل المكونات بلا استثناء هتتحط وتتضرب ضربة واحدة. نحط بقى بقية المكونات بردك، البصل وبقية الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، وهحط الثوم، وهحط مجموعة البهارات اللي انا قلت لكم عليها: معلقة الملح، معلقة السكر، معلقة فلفل اسمر، معلقة بهار فراخ، وربع معلقة كركم وكاري، وربع معلقة كوبيبة صيني. تمام. وهنزل كمان بدبس الرمان، وهنزل كمان معلقة زي معلقة صويا صوص كبيرة كده، وكمان باربيكيو، وهنضرب. بصوا بقى حبايبي، انا همسك اهو الورك بتاع الفرخة. تحاولي ان انتي تحطي من تحت الجلد كده وتشبعيها يا قلبي كده اهو. بردك هجيب الدبوس تحطيه بردك كده من تحت الجلد. حبايبي، بعد ما حطينا بقى الصوص على الفراخ كلها اهو، انا هسيبها تبيت في الثلاجة لغاية تاني يوم عشان تتشرب. هبتدي بقى اغطيها حبايبي بستريتش. اغطيها كده حبايبي بستريتش، وادخلها بقى زي ما بقولك كده الثلاجة ان شاء الله.